السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات لوليتا. واليوم جيتكم بهذه الوصفة واللي هي لي تارتولات بالليمون وكريمة الليمون بطريقة رائعة جدا وكريمة مميزة وطريقة تحضير جد سهلة ومكونات بسيطة. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتحضروها للسهرات الرمضانية إن شاء الله. تبعوا معي المقادير وطريقة التحضير. نبدو على بركة الله. في بول حطيت فيها 125 غرام زبدة أو مارغرين، ضفت عليها رشة ملح، ضفت عليهم 2 مغارف زيت. نحرك مليح هاد المكونات حتى نتحصلوا على كريمة. اللي بغات تستعمل الباتور أو الفوي عادي تستعملهم. نضيفو 2 مغارف سكر كلاص وحبة بيض تكون على درجة حرارة المطبخ. نضيفو الفانيليا حوالي 10 غرام. نخلط المكونات. بعد ما خلطت المكونات جيدا تحصلت على كريمة. ضفت مبشور الليمون ونخلط مليح. نبدأ نضيف الفارينة بالتدريج. ضفت الكأس الأول تاع الفارينة. نضيف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية أو خميرة حلويات. نبدأ نلم العجينة. نبدأ نضيف الكأس الثاني بالتدريج. ملاحظة دايما الفارينة نكونو مغربلينها من قبل. الآن نضيف الفارينة كيما ذكرت، نضيف الفارينة بالتدريج حتى نتحصلو على عجينة تكون طرية نقدرو نشكلوها. أنا خلاص راني كملت الكاس الزاوج تاع الفارينة. واللي بغات تضاعف المقادير تضاعفهم. أنا خلاص هذه هي العجينة اللي تحصلنا عليها، تكون طرية كيما راكم تشوفوا. نقدروا نشكلوها. وهنا نجيب هاد ليمول الصغار تاع لي طاغتولات. وانا هاد ليمول ميلصقوش، خليتهم هكا ما دهنتهوش قاع، ماني دايره لا زيت لا فرينه. نشكلو كرات ونفتحوهم في هاد ليمول. لازم ما نغلضوش السمك بزاف تاع العجينه لانه فيها الخميره رايحه تطلع لينا. نزيد الحبه الثانيه معاكم. نشكلو العجينه الكره.
ونفتحوها كما راكم تشوفوا، نحطوها في القالب ونفتحوها مليح القالب من الجوانب ومن الأسفل. حتى نكملو الكمية كامل تاع العجين، أو على حساب القوالب اللي عندك. نكونو مسخنين الفرن من قبل على درجة 200. نحطو الصينية في الرف الوسطاني ونقصو النار، نخلوها 180. نخلو العجينة تتحمر من الأسفل، نطفو عليها ونزيدو نحمروها من فوق. وأنا قبل ما ندخلوهم للفرن نتقبوهم بواسطة هاد الفرشيطة. وهاد العجينة جات روعة ناجحة 100%. أنا هادي اللي نعتمدها. جات مقرمشة وبنينة بزاف، ومين تزيد تقعد تطول شوية ترطاب. كيما ذكرت ندخلها في الفرن، نسخنهم نحمرهم من الأسفل، نزيد من فوق ونخرجو نخليو يبردو مليح. والآن نبدو نخدمو الكريمة، كريمة الليمون. في طاوة حطيت كاس إلا ربع ماء، كاس إلا ربع سكر، وكاس إلا ربع عصير ليمون، وزوج مغارف معمرين مليح مايزينا أو نشاء، ونزيد زوج مغارف معمرين مليح بودرة شونتي. وانا هذا ملون أصفر باش يعطينا هذاك اللون الكريمة تاع الليمون. نحرك هاد المكونات مع بعض مليح بارد في بارد، ومن بعد نحطها فوق نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى نتحصلوا على هاد الكريمة. بعد ما تحصلنا عليها قادت نحيوها من فوق النار، نضيفو ملعقة أكل زبدة، نضيفو الفانيليا حوالي 10 غرام، والزبدة هنا نستعملو مارغارين طبعا. نحركو مليح حتى نحسو بالزبدة دابت مليح. نفرغوها في إناء باش نخلوها تبرد. نغطوها بكيس بلاستيكي باش ما ديرلناش ديك القشرة من فوق. نخلوها تبرد تماما. والآن هذا هو الكاطو أو لي طاغتولات. بعد ما طابو خليناه بردو مليح ونحيناه من الليمون نتاوعهم، وكملت الكمية كامل تاع العجين. خليت هاد لي طاغتولات بردو مليح، نعمروهم بالكريمة، كريمة الليمون اللي صنعناها مع بعض. أنا هنا استعملت هاد لي بوش، تجيك طريقة سهلة بها تاع التمار، أحسن من المغرف أو الملعقة. نعمر قاع لي طاغتولات نتاعي. بعد ما كملت لي طاغتولات كاملين عمرتهم بالكريمة تاع الليمون، نضيف قليل من التزيين، هادي كريم شونتي بعد ما طلعتها. كيما موالفين نديرو كأس بودرة كريم شونتي، نضيفولها كاس إلا ربع ماء بارد، يكون بارد جدا. كريم شونتي تاني هي تكون باردة.
نحركوها مليح ونخلطوها مليح بالباتور حتى تطلع معانا، وهذه هي النتيجة تاع لي طاغتولات نتاوعنا. نكملو كامل لي طاغتولات نزينوهم بالكريم شونتي، نضيفو قليل من الكاوكاو لي كنت قليته ورحيته، لازم يكون هاكا مهرمش. التزيين دائما يبقى اختياري لكم، اللي عندك زيني به. كما ذكرت هاد لي طاغتولات خرجوا بنان بزاف، وهذا هو الشكل النهائي نتاعهم. لي طاغتولات تاع الليمون او بذوق الليمون وكريمة الليمون خرجوا روعة، خرجوا بنان بزاف. العجينة نتاعو تتقرمش وبنينة بزاف، الكريمة رائعة. نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، جربوها لسهرات رمضان إن شاء الله، أو للمناسبات والأعياد بإذن الله. نشكر كل متتبعاتي القدام والجداد، نشكر كل من سول عليا، وشكرا على المتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله.